بكم من جديد، واللقاء المرتقب بيننا وبين المهندس باسم حجازي. وطبعا هذا اللقاء تم بناء على رغبة سيادة النائب للظهور على منصة كاميرا سيدي غازي الأشرس والأشهر والمنتشرة في ربوع محافظة كفر الشيخ. إن شاء الله رب العالمين يكون لقاء مثمر. وفي البداية أنا برحب بحضرتك يا باشمهندس وسعدنا بلقائك على منصة كاميرا سيدي غازي. الحقيقه يعني بشكر حضرتك لاستضافتي النهارده في كاميرا سيدي غازي. الحقيقه انا بعتبر كاميرا سيدي غازي هي كاميرا فعلا عدد متابعينها في المنطقه هي بتجبرنا ان احنا لازم نوصل صوتنا من خلال كاميرا سيدي غازي. الحقيقه بشكر حضرتك على استضافتي النهارده، وكمان انا عايز اقول لك ان انت نجحت بوصول كاميرا سيدي غازي الى انها تبقى صفحه عامه، مش صفحه تخص سيدي غازي. صفحه النهارده لما يصل عدد متابعيها 600,000، فاحنا بنتكلم على صفحه عامه تخص كل مواطن على الاقل خالص في دايره مركز كفر الشيخ، بالاخص في دايره مركز كفر الشيخ وقليم. واحنا بصدد النهارده ان شاء الله يعني طرح مفاجأة جميلة لأهلنا في منطقة مركز كفر الشيخ، وإن شاء الله تلقى قبول وترحيب عند أهلنا. إن شاء الله. في البداية برحب بحضرتك طبعا، وبناء على الخطوة والقرار بالظهور على منصة كاميرا سيدي غازي كان قرار صعب، لأن كاميرا سيدي غازي بتجوب مدينة سيدي غازي والقرى المجاورة منطقة ملتهبة، منطقة ساخنة، خاصة للسادة النواب سواء مجلسي الشعب أو الشورى. طبعا انا حابب ان في حضرتك جاي لنا بمفاجاه، هسيب لك مساحه واسمح لي ان انا انقل نبض الشعب ونبض الناس. نحن لسان المواطن وعين المسؤول معه، فانا همزه وصل بين الساده المواطنين وحضرتك كمسؤول. فانا هنقل ارائهم وهنقل احتياجاتهم وهنقل تعبهم واوجاعهم مع حضرتك، لكن مع حضرتك مساحه من 3 دقائق ل 4 دقائق تقول لنا المفاجاه الكبيره اللي حضرتك جاي لنا للمنطقه بتاعتك. بشكر معاليك مره ثانيه. الحقيقه برضو بشكر معاليك على مناشدتك وتوصيل صوتك ان احنا عندنا مشكله كبيره في طريق عندنا اسمه طريق الموت. طريق الموت ده اللي بيبدا من اول عزبه الشرقي حتى يصل الى كوبري الحلافي وكوبري ابو نيسي. تمام. الحقيقه الطريق ده كل المنطقه عارفه ان ده طريق الموت. اشتغلنا عليه من مناشدات كتيره جدا من صفحه حضرتك وصفحات اخرى باهلنا. كل بيت تقريبا عنده حادث في هذا الطريق. فالحقيقه اشتغلنا على الطريق ده من اول يوم، وانا تابعت مع حضرتك قبل كده هذا اللقاء. ولو بنرجع للقاء شهر 5 في 2023 اتكلمنا في هذا الملف، وكان انجاز او بدء تنفيذ المرحله الاولى على ارض الواقع. اشتغلنا على الطريق ده في المرحله الاولى، بدانا في المرحله الاولى بان احنا ندور على اخطر نقطه في الطريق واشتغلنا عليها. نعم. اخطر نقطه في الطريق كانت النقطه اللي قدام محطه الميه. النقطه اللي قدام محطه الميه ده كانت نقطه زي ما بيقولوا عليها نقطة ضلمة. نعم. ما تقدرش تشوف اللي جاي من ناحية سيدي غازي، ما يقدرش يشوف اللي جاي من ناحية ده طريق النقطة صعب عليها. أهم نقطة اشتغلنا عليها وفرنا لها الحمد لله اعتماد مالي كان في حدود 3 مليون ونص، والحمد لله اتوسع المنطقة ونجحنا في تنفيذ متابعة المرور حتى انتهاء المرحلة الأولى اللي حضرتك جيت وشاهدتها بعينك. نعم. وأهلنا في كاميرا سيدي غازي وأهلنا في المنطقة المشتتة. دي كانت المرحلة الأولى. تمام. المرحلة الثانية اشتغلنا عليها الحمد لله، قدرنا نوفر اعتماد مالي جديد. جبنا 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه دول قدرنا ان احنا نرصف فيهم، وشغالين الرصف حاليا حضرتك بتشوفه وانت ماشي على الطريق. بنرصف حاليا اللي تم توسعته من بدايه محطه الميه حتى عزبه شكري اللي هي التابعه لمصر. المسافه دي كانت كيلو 600. طب انا اللي اشتغلت على المسافه دي لان المسافه دي كانت الجنبيه الثانيه اليمنى عندي. الجنبيه الثانيه اليمنى عندي كانت تم تبطينها، فبالتالي بقى عندي مساحه على الجانب الايمن اقدر ان انا اوسعها واقصفها واستفيد بيها في التوسعه. تمام. جينا نشتغل على التبطين الجنبيه الثالثه لقيناها ما توافقش عليها. ليه؟ لان بقى في حاجه اسمها دليل ارشادي وما هيش ما ينطبقش عليها شروط التبطين. تمام. طب نفكر ازاي؟ بصراحه عملنا طلب احاطه، ده منظره. عملنا طلب احاطه للسيد وزير التنميه المحليه علشان طريق الخدميه ده المرحله الثالثه. الحقيقه اوصت اللجنه في طلب الاحاطه ده بعمل، اوصت لجنه التنميه المحليه بعمل لجنه من المحافظه، من استشاري المحافظه للاستشارات الهندسيه. تمام. الدكتور احمد صبحي
والمهندس عماد عثمان ده مدير عام الطرق، والمهندس خليل مدير عام الري الشرق، والوحده المحليه بمجلس مدينه كفر الشيخ والتخطيط. الحقيقه عملنا دراسه للموضوع، لقينا ان الطريق مش هيتحل الحل الجذري غير بان احنا نعمل حائط سند على ترعه الزاويه بطول الطريق. فالحقيقه التوصيه طلعت في الاخر ان الامر يتطلب اقامه حائط ساند بترعه الزاويه العموميه. الترعه يبقى الناحيه الشمال لو انا جاي من كفر الشيخ، يمين وانا جاي من سيدي غازي، لوجود انهيارات باماكن متفرقه على طول القطاع المطلوب توسعته، وذلك بعد اصدار التراخيص اللازمه. يبقى احنا المطلوب عشان نوسع الطريق عايزين نعمل حائط سند. طب سكتنا على كده؟ لا، الدراسه دي عملت اوسط عايزه فلوس عشان نطبق الكلام ده. عايز فلوس، ده اهم شيء في الموضوع، انت محتاج فلوس. بالفعل طلعت التوصيه من محافظه كفر الشيخ لوزيره التخطيط. التوصيه بتقول ان احنا بصدد المجرى المائي تبين اللجنه ان الطريق بطول 10 كيلومتر وعرض 6 متر، ويلزم عمل حائط ساند من الدبش بطول 6 كيلو بتكلفه تقديريه شامله لاعمال الرصف والتوسعه بمبلغ 190 مليون جنيه طبقا للمقايسه المرفقه. ودي كانت المفاجاه بتاعت النهارده. دي مفاجاتنا النهارده، ان الحمد لله اتوافق على وضع هذا الطريق واصلاحه وتوسعته بالطريقه دي من ناحيه ترعه الزاويه. زي الجانب بالظبط النموذج اللي حصل قدام محطه الميه. النموذج ده هياخد من اول كوبري الحلافي ابو منيسي اللي هو على طريق سيدي غازي الدقميره الى ان يصل الى عزبه الشرق. ان شاء الله ده يتوسع، هيبدا فيه ان شاء الله خلال العام الحالي، هنبدا في تنفيذه خلال العام الحالي خلال عام 25 ان شاء الله نخلص الطريق ده. ممكن ان شاء الله نشتغل عليه من 1/7 القادم، وان شاء الله يبقى على ارض الواقع الناس شافت فعلا طريق مختلف، طريق يتسع ممكن يبقى عرضه ان شاء الله يصل ل 10 متر، يبدا يبقى فيه اتجاهين رايح جاي، ونبدا ان شاء الله نضيف عليه وان شاء الله يستفيد منه كل مواطن في منطقتنا، وان شاء الله احنا معاه حتى التنفيذ. بالفعل أدرجت في الخطه، ده من على صفحه خطه وزاره التنميه وزاره التخطيط، بالفعل أدرج في الخطه المبلغ المالي، وان شاء الله هنبدا فيه خلال العام الحالي باذن الله. تمام. اتمنى ان يبقى ملف الطريق وصلك النتيجه النهائيه، المشاهدات اللي حضرتك على صفحه كاميرا سيدي غازي نشرتها لنا، واهلنا اللي توفوا كتير يعني الله يرحمهم جميعا. يعني نتمنى ان احنا نبقى يعني ساهمنا ولو جزء بسيط. الكلام ده يا استاذ عصام ما جاش واحنا قاعدين في مكاتبنا، اكيد الكلام ده بذل فيه مجهود من خلال ادواتنا الرقابيه، من خلال تقديم 4-5 طلبات احاطه في هذا الملف، من خلال شرح الموضوع للجنه التنميه المحليه في مجلس النواب، من خلال الذهاب اكثر من مره لوزاره التخطيط لشرح مدى احتياجنا لهذا الامر. المحافظه دورها للامانه، المحافظه ما بخلتش عليا، خصوصا اللي هو علاء عبد المعطي بصراحه المحافظ النشيط اللي من اول ما وصل معانا، وهو بصراحه داعمنا وشايف خطر طريق الموت، وشايف اهميه ان احنا نشتغل على طريق زي ده، وكمان علشان هو يبقى ده محور مروري هام يصل من كفر الشيخ لغايه الكوم الطويل، ويربط كمان يدخل الطريق يصل لبيلة ويدخل لسيدي غازي، يبقى بيربط 4 مدن من كفر الشيخ من اول ما تنزل الشرقي، يربط لي مدينه سيدي غازي، يربط لي مدينه بيلة، ويربط الحمول وانت طالع من على طريق الكوم الطويل. فان شاء الله يعني ونتابع الملف زي ما تابعنا المرحله الاولى وتابعنا المرحله الثانيه. ان شاء الله حضرتك هنستضيف حضرتك في بدء المرحله الثالثه ونشوف التنفيذ على ارض الواقع زي ما عملنا قبل كده ان شاء الله. دي كانت مفاجاتنا النهارده، واللي بناء عنها طلبت ظهورك على منصه سيدي غازي. مظبوط. طيب حضرتك بقى اسمح لي بباقي اللقاء وهو همزه الوصل بين المواطن والمسؤول، انقل لحضرتك نبض الشارع وحضرتك هتتحملنا لو احنا جينا عليك شويه. طيب هو بالنسبه لحضرتك، انا للساده المشاهدين خليكم معانا ملفات تخص سيدي غازي، ملفات تخص الحلافي، ملفات تخص ابو منيسي، ملفات تخص النشا الغربيه، النشا الشرقيه، ومش ناسين اهالينا في جرين والشوكه وضعضم، وايضا معانا ابو نجم والمحاطم وابو منيسي. معالي النائب باسم حجازي، طبعا حضرتك جاي مستعد وعندك يا اما تسريب من الكنترول يا اما متوقع من رجال الحمله الخاصه عندك ان اول سؤال هنساله: ماذا قدم النائب باسم حجازي على مدار 4 عقود
لمدينه سيدي غازي. طيب مبدئيا خلينا نتفق على شيء. اتفضل. حضرتك انا نائب عن ايه؟ انا نائب عن مركز كفر الشيخ وليه. ومركز قليم تمام. واربع مدن. تمام. 4 مدن عندي: مدينه كفر الشيخ، مدينه سيدي غازي، مدينه مسير، مدينه قليم. تمام. ركز بقى في الكلام ده، انا عايز المشاهد يبقى فاهم. تمام. وهو بيطلب الطلب او هو بينقد النائب ده، يعرف الاول النائب ده نائب عن ايه. تمام. النائب ده اولا نائب عن جمهوريه مصر العربيه، ماشي خلاص، ده تمام. الجانب التشريعي والرقابي. خلينا نتكلم على الجانب الخدمي اللي هي الناس دايما بتعترض عليه او دايما الناس بتنقده. تمام. النائب ده المفروض ليه دور تشريعي ورقابي، وليه الدور الخدمي اللي هو احنا بحكم على الارض. تمام. فاحنا بحكم اهالينا والناس اللي بتقابلنا في كل يوم، طبيعي ان ليه في خدمات الناس بتسال عنها. تمام. وبما ان مفيش مجالس محليه، فكمان ده دور على دور عضو مجلس النواب. نعم. حضرتك انا عندي مركز كفر الشيخ ده 46 قريه. تمام. 46 قريه، 246 عزبه. تمام. ده اللي نائب عنه. تمام. عندي مركز قليم 26 قريه وحوالي 90 عزبه. يعني بنتكلم في 72 قريه و326 عزبه، يعني بنتكلم في حوالي 400 بلد. تمام. غير 400. تمام. فانا نائب عن 400 بلد. بتيجي تلاقي عملت حاجه للحلافي، بتلاقي اللي زعلان بتاع البكاتوش. تمام. بتعمل حاجه للبكاتوش، بتلاقي اللي زعلان بتاع المناشه الشرقيه. تمام. المواطن اللي في مناشه الشرقيه، يا جماعه ما هو انت طبيعي انك هتوزع قدراتك وهتوزع طلباتك على مستوى 400 بلد. تمام. انت عندك 400 بلد بتوزع عليهم الطلبات بتاعتك. تمام. صح ولا تمام. غلط؟ اكيد اكيد. كل مواطن في العزبه ليه حق عندي، وكل مواطن في القريه ليه حق عندي، وكل مواطن في المدينه له حق عندي. انا مسؤول عن كل ده. تمام. انت حضرتك عامل خريطه؟ عامل خريطه. عامل خريطه للدايره بالكامل. بدايه الخريطه انا عملت تنسيق مع النائب ياسر منير، وعملنا مكتب مشترك للتنسيق ما بين مركز كفر الشيخ وما بين مركز قليم، بحيث ان هو احنا عندنا 3 مكاتب. مكاتبنا مفتوحه يا استاذ عصام. عندي مكتب في قريتي اللي هي في الخرميه. عندي مكتب في كفر الشيخ مفتوح كل يوم، مكتب الخدمات مفتوح يوميا. تمام. مكتب كفر الشيخ مفتوح يوميا اللي هو امام السنترال، وده موجود على صفحتنا بشكل متواصل. موجود على صفحتنا مكتب كفر الشيخ من كل يوم حتى الجمعه المكتب مفتوح. طيب خلينا كمان مكتب قليم، عندي مكتب في مدينه قليم مفتوح كل يوم. طيب ما عدا الجمعه. اخد من حضرتك وارد. 400 بلد، الم يئن وقت مدينه سيدي غازي في خلال 400 دول في 4 عقود، يعني 4 سنين لم تاتي دور سيدي غازي؟ انت بتستعجلني على سيدي غازي وانا لازم اجيب لك عشان نصل للحل، عشان نصل للمشكله. طيب. لازم نعرف هو احنا ايه. قبل ما نوصل للمشكله احب اعرف حضرتك ان احنا في منطقه ساخنه ومنطقه ملتهبه. مدينه سيدي غازي والقرى المجاوره في منطقه ملتهبه لعدم تقديم اي نائب من النواب اي خدمات ملموسه على ارض الواقع للناس، والناس تعبانه بجد، الناس تعبانه. ولذلك انا بقول الم يئن دور سيدي غازي، يعني الم ياتي دور سيدي غازي في وسط 400 بلد في خلال 4 سنوات لم يقدم المهندس باسم حجازي اي خدمه على الارض. انا جاي لك يا استاذ. اتفضل. انا جاي لك اهو. ما انا بالاول بعرفك النائب ده بيعمل ايه. تمام. النائب ده حضرتك مش قاعد للخدمات بس. تمام. النائب ده حضرتك ليه دور تشريعي ودور رقابي. احنا حضرتك الحمد لله متواجدين في كل القوانين اللي انطرحت على المجلس النواب. دورنا موجود فيها، بنقول راينا بكل صراحه، ما فيش على راسنا واضحه. بنقول عندنا الحريه الكامله ان احنا نقول راينا بكل صراحه. الراي ده انت بتقول بناء عليه، بناء على ان انت حاسس بالشارع وحاسس بالناس. والحمد لله موجود على صفحتنا كل اللقاءات اللي داخل قاعه مجلس النواب، وردود افعالنا على كل الساده الوزراء في اطار اللي احنا حاسين بيه للناس. يبقى ده الدور اللي احنا بنقوم فيه المجلس. انا بسمع بقى من الناس المشاكل. انا عندي زي ما قلت لحضرتك 3 مكاتب. كل جمعه تيجي حضرتك تشرفني هتلاقي عندي الاستاذ سيد فرج المناشه الشرقيه، عندي الاستاذ فكري ابو العيله من الشمال، عندي من قليم، عندي من محله القصر، عندي كل قريه، عندي من دقمير. كل قريه في لجنه. ابو سيدي غازي اللجنه سيدي غازي. انا عايز اجيب سيدي غازي هتزعل مني؟ لا حضرتك سيدي غازي اتفضل. هيزعلوا مني؟ لا مفيش زعل. ما بيجيش حد من سيدي غازي. انا بقول لحضرتك هو كلام واضح. سيدي غازي لا يوجد فيها لجنه لتدير الامور او تتابع مشكلاتها او تسعى لعلاج مشاكلها. تمام. جايز بيروحوا لنائب اخر ما اعرفش. تمام. انا بتكلم عن نفسي. تمام. انا بتكلم عن نائب باسم عن نفسي.
لم ارى خلال ال4 سنين تمام. احد من اهلنا من سيدي غازي جاب لي طلب، الا اللهم معدودين على صوابع ما يجيبوش الايدين. تمام. طلبات شخصيه ولا طلبات عامه؟ عامه، انا بتكلم عن تمام. الشخصيه، ده من تمام. حق اي حد يقول طلب شخصيه، تمام. مع الطلبات العامه. على سبيل المثال لو حصل أيوة. يعني يسال أيوة. الشيخ مصطفى سعفان، اه قال لي والله عندنا مسجد وفيه عايزين تسعى تساعدنا تجيب لنا موافقه على الترخيص بتاعه. تمام. تاني يوم الصبح الحمد لله تواصلت معاه اللي هو مسجد السلام. مسجد السلام، وتابعنا الموضوع حتى بدء التنفيذ، وحضرتك يعني عايز اخد بقى معلومه جاهزه ان ترخيص مسجد السلام حضرتك اللي خلصه. يا فندم بالورق تمام. والمستندات. تمام. كل كلمه بقولها لك يا استاذ عصام بالورق والمستندات، مفيش تمام. حاجه عندي كلام وخلاص، كل حاجه حضرتك الورق هنا. تمام. كل حاجه موجوده هنا في الورق. جالي طلب علشان بنتكلم على الفدانين بتوع المقابر. ادي الرد بتاعه. طب الطلب كان مقدم من مين؟ احد اهالي سيدي غازي. تمام. احد اهالي سيدي غازي. تمام. عندي طلبات مثلا مثلا اداره سيدي غازي جارينا في الطلب، وجاري طرح الاداره التعليميه لسيدي غازي. الطلبات اللي جات لي كلها حضرتك انا اتعاملت معاها، بقول لك ما يتعدوش 5. تمام. انا بتكلم على مدينه سيدي غازي. تمام. 5 6 طلبات اللي جم لمدينه سيدي غازي في ال4 عقود. في ال4 عقود. حضرتك انتوا طلبت، انا بقول لك انت يا استاذ عصام، انت تمام. حضرتك طلبت مني خلال ال4 غير المناشده بتاعت الطريق والمناشدات. وطلبت الاستجابه، يعني احنا طالبنا حضرتك بطريق الموت وتمت الاستجابه بتوسعه الطريق ب 3 مليون ونص امام محطه الميه. وانا جيت سجلت مع حضرتك ووعدنا مع حضرتك ان احنا نتابع معاك حتى في الخطه الثالثه اللي هي المفاجاه بتاعت النهارده 190 مليون. طيب احنا هننتقل بقى من دي في حته صغيره. اتفضل. طبعا قريه دومره النموذجيه قريه عزيزه على قلوبنا. الرجل الاول فيها الدكتور احمد عبد العوض، وايضا انتم الرجل الاول في قريه الخدميه، فكان فعل مباشر من الدكتور احمد عبد العوض في جلب الشهر العقاري وتشغيله لمده 3 ايام سبت حد اثنين، فكان رد الفعل مباشر من حضرتك لان الخدميه تعتبر مسقط راس حضرتك، فكان برضو ايضا الشهر العقاري في الخدميه 3 4 5. ماذا عن الشهر العقاري في سيدي غازي؟ الحقيقه برضو الشهر العقاري في سيدي غازي، انا الحقيقه برضو من المناشدات ومش طلب، ما حدش جاب لي، برضو انا مصر على اللي انا بقوله، ما حدش جاب لي طلب من سيدي غازي يطلب فيه الموافقه على انشاء الشهر العقاري بمدينه سيدي غازي، لكن انا بحكم ان انا عندكم كل يوم في المناسبات وعلاقاتي قويه معاكم في كل المناسبات، حضرتك انا عارف ان انتم محتاجين في احتياج لشهر عقاري. الحقيقه رحت مكتب وزير العدل للمطالبه بالشهر العقاري لسيدي غازي، قابلت المستشار سامح المسؤول عن الشهر العقاري في المنطقه بتاعتنا، وكان رده ان سيدي غازي ما ينفعلهاش مكتب زي ما انت عملت في الخدميه. سيدي غازي دي مدينه تعدادها السكاني كبير جدا، ما ينفعش ان انا اقدم له مكتب زي مكتب اللي موجود في قريه الخدميه، لان ده مش متناسب مع مش متناسب مع العدد السكان الخاص بمدينه سيدي غازي. فكان لازم ان احنا نوجد مكان، وانا طلبت من احنا في سيدي غازي لازم نوجد مكان شامل، تأجروا مكان او تشتروا مكان على نفقه اهلنا في سيدي غازي. في الحاله دي كان من الممكن يتعمل في شهر عقاري، او الطريق الثاني انك كان عندكم السعي لتوفير مكان داخل احدى الجهات الحكوميه ان يبقى موجود في الشهر العقاري. وان شاء الله الحقيقه ده يعني بصراحه برضو دعم السيد المحافظ لاهلنا في سيدي غازي في هذا الشأن، والحمد لله تمت الموافقه على انشاء مكتب سيدي غازي على نفقه محافظه كفر الشيخ بموجود الشهر العقاري، يبقى موجود ان شاء الله في سيدي غازي في الخطه برضو العام الحالي ان شاء الله. سياده النائب، انتم في اللجنه الصحيه بمجلس النواب وتعلم مدى تدني تقديم الخدمات الصحيه بمدينه سيدي غازي. طيب ماذا عن مستشفى سيدي غازي؟ مستشفى سيدي غازي اللي انا بسميها مستشفى الموت كما اطلقت عن طريق ترعه الزاويه طريق الموت، فمستشفى سيدي غازي بتحتاج للكوادر البشريه. يعني انا كمبنى عندي وكاجهزه مبنى عندي، لكن انا محتاج كادر بشري. يعني النهارده بدخل في الاستقبال بلاقي دكتور واحد وبلاقي ممرضتين 3 4 وساعات كتير ما بلاقيش دكاتره. هل في مساحه حضرتك ان انت تسد لنا عجز الاطباء عشان تبقى مكتمله من كله سواء اجهزه او مبنى او كوادر بشريه؟ يعني ده سؤال مهم وانا بشكر حضرتك عليه. يعني الناحيه الطبيه هي دي يعني اللي تخص كل مواطن فينا، كل واحد فينا معرض ان هو يتعب دلوقتي ومحتاج يروح المستشفى. الحقيقه يعني هو الجانب الطبي او الكادر الطبي في مصر عموما بيتعرض لبعض المخاطر وبيتعرض لبعض المشكلات، والحقيقه ده يعني دورنا في لجنه الصحه في مجلس النواب ان احنا ازاي ندعم
المطالب المشروعه للاطباء. الحقيقه انا راجل يعني قريب جدا من المجال الطبي باعتبار وظيفتي الاساسيه، انا مهندس اجهزه طبيه. فبطبيعه الحال انا قريب جدا من الاطباء. انا عايز اقول لك ان يعني الاطباء لهم مطالب، عشان الطبيب ده بيجي سيدي غازي بيبقى ليه مطالب، وليه ان هو ازاي يبقى عدد ساعات العمل بتاعته متناسبه، وليه مطالب. احنا الحقيقه دوري ان انت لما حصل مشكله من كام يوم واتبلغت بيها، لما حصل مشكله من كام يوم وطلبت ان انا اتدخل فيها، بالفعل تواصلت مع وكيل الوزاره الدكتور محمد ابو السعد، بالفعل على الفور شاف المشكله ايه وبدا لعلاج المشكله فيها. واحنا لو عندنا اي تقصير في ملف من ملفات مستشفى سيد غازي، احنا بكل شفافيه وبكل بساطه معانا وكيل وزاره الصحه يعني بصراحه بيستجيب لاي طلب. دكتور محمد ابو السعد وكيل وزاره الصحه كفر الشيخ. تمام. بيعمل حملات متكرره على مستشفى سيد غازي، بزيارات مفاجئه على مستشفى سيد غازي. اي حاجه انت حضرتك شايفين فيها قصور في مستشفى سيد غازي. محتاجين الكادر الطبي. انا بقول لحضرتك هو انت محتاجين الكادر الطبي، دي كلمه عامه يا استاذ. تمام. يعني احنا محتاجين الكادر الطبي. انا قول لي عندي عجز، انا بروح ماليش دكتور. عندي عجز في جميع التخصصات. طيب يبقى احنا ان شاء الله حضرتك هرتب لقاء تمام مع سيادتك ومع الدكتور محمد سعد، ونعرض على اهالينا برضه في كاميرا سيد غازي، نعرض عليهم احنا عندنا في سيد غازي كام دكتور، كام طبيب في كل التخصصات. تمام. ايه ومواعيدهم ايه، وموجود مع مواعيد عملهم ازاي، وينشر هذا الكلام على اهالينا في سيد غازي. تمام. طيب قبل ما اطلع بقى من بوتقه مدينه سيد غازي، اخر حاجه مقلب القمامه بالكم الاحمر، هل حضرتك في استعداد ان احنا ننقل المقلب ده؟ لان في عندنا اهالي سيد غازي بتتضرر من حريق القمامه، او ان احنا نضيف مصنع لتدوير القمامه مثلا نستفاد منه كتوظيف شباب، وفي نفس الوقت ارفع الضرر عن اهالي مدينه سيد غازي من الدخان. بص يا عصام، اولا لا يسقط حق امرأة. تمام. نفسي القاعده دي تصل للناس، مفيش حد هتجيله الحاجه كده هتعمل وهو قاعد في بيته. لازم نطلب مننا، لازم نطلب الطلب عشان نبدا نسعى في حل. تمام. مدينه سيد غازي زيها زي مجموعه زي قرى مركز كفر الشيخ. تمام. احنا عندنا خطه دوله اسمها خطه حياه كريمه. خطه حياه كريمه هي خطه شامله. يعني ايه خطه شامله؟ يعني كان زمان يقول لك انا والله انا هعمل الصرف الصحي في الخدميه. ماشي. طب انت هتعمل صرف صحي في الخدميه وانت بتعدي على الشوكه وجرين، مش هتعمل الشوكه وجرين. تمام. ما هو ده ماسوره الخط الطرد عشان يوصل لمحطه المعالجه الموجوده في المجعفر. تمام. حضرتك لازم يعدي على الشوكه وجرين، هيعدي على سيد غازي. طب انت هتعمل صرف في الخدميه وما تعملش صرف في الشوكه وجرين؟ تمام. ما هو ده كلام مش منطقي. تمام. ممكن بيحصل مشاكل كتيره من هذا القبيل. اللي حصل ايه؟ خطه الدوله فكرت قالت لا، انا لما اعمل صرف صحي لقريه لازم اعمل القريه اللي جنبها، لازم اعمل القريه بعدها، ولازم احدد قدرات الخاصه بالمحطات الرفع علشان تتناسب مع محطه معالجه. ما اجيش الصبح افتح محطه رفع جديده في قريه جديده، ما ينفعش. وبناء عليه الدوله فكرت لا، من الصح ان احنا نعمل حاجه اسمها خطه حياه كريمه. حياه كريمه دي فعلا هي الهدف منها الوصول لحياه كريمه كل مواطن. طب بدات قدام عينينا، احنا دخلنا في سنه المجلس 21 لقينا الخطه دي موجوده بتتعمل في مركز بطونس، مراكز احدى مراكز كفر الشيخ. تمام. والمفترض كانت الخطه الثانيه ان مركز كفر الشيخ من ضمن 4 مراكز داخل محافظه كفر الشيخ في المرحله الثانيه، اللي هم ضم سيدي غازي، ضم الخدميه، دميره، كل مركز كفر الشيخ داخل في المرحله الثانيه. تمام. تقدم طلب حضرتك عايز تعمل خدمه عامه في سيدي غازي من غير بقى طلبات ومن غير اي حاجه، ما ينفعش. حضرتك انا هرصف ازاي؟ هي حاجه كريمه هتعمل لي ايه اصلا؟ حاجه كريمه هتعمل لي صرف صحي. تمام. قلت لي ما احنا عندنا صرف صحي؟ لا، ما هو مع التعداد السكاني بيزيد، عندك في مساحات غير واصله، عندك المفروض زياده قدرات لمحطات معالجه، زياده قدرات لمحطات رفع عشان تستوعب اعداد الزياده السكانيه اللي حصلت والتوسعات اللي بتحصل في الفتره اللي فاتت. الكلام ده كله حضرتك بقى في خطه حياه كريمه. لازم نعمل صرف صحي، هيتعمل جميع خطوط الميه، هيتعمل غاز لمدينه سيدي غازي وجميع مركز كفر الشيخ، هيتعمل خطوط اتصالات لجميع برضه مركز كفر الشيخ، لجميع قرى ومدن مركز كفر الشيخ، وتغيير جميع قدرات الكهرباء والدعم للكهرباء. دي اسمها البنيه التحتيه. ما ينفعش بقى انا النهارده اروح اقول له انا عايز اسافر الطريق وهو يتكسر الصبح. تمام. هتسالني سؤال، طب حاجه كريمه هتبدا امتى؟ والله احنا من 21 دي خطه الدوله. تمام. مش بس من اللي جايبها ولا الاستاذ عصام اللي جايبها ولا النائب اللي جايبها. عمليه خطه الدوله. الدوله وعدتنا ان هي هتبدا بيها سنه 21، اتاخرت قالت هنبدا 22، اتاخرت قالت 23. تمام. اتاخرت، احنا على امل ان هي تبدا ان شاء الله. هي اعتمدت خلاص في موازنه السنه دي، فان شاء الله احنا على امل ان في خلال فتره قريبه جدا، شهر
2 3 على الاكثر ان شاء الله تكون بدأ خطه حاجه. تمام. طيب بالنسبه لاهالي قريه منشا الغربيه، تواصلوا معي اكثر من فرد بان حضرتك وعدتهم عن مكتب بريد لمنشا الغربيه. منشا الغربيه. المنشا الغربيه خلي بالك والمنشا الشرقيه احنا اشتغلنا على ملفات فيهم، كانت اهم ملف وهو ملف الوحده الصحيه. الحقيقه ده كان فيه يعني كانت مشكله بتؤرقني انا شخصيا. تمام. موضوع الوحدات الصحيه في المنشا الشرقيه والمنشا الغربيه، الوحدات الصحيه دي مقفوله. بصراحه ده كان شيء يعني مزعج جدا. 15 سنة. قدمت الحقيقه قدمت، هم اهلنا متابعين في المنشا الغربيه والمنشا الشرقيه، متابعين الحمد لله المجهود اللي بذل في هذا الملف. ده كان طلب احاطه مقدم لانه تم انشاء الوحده الصحيه المنشا الشرقيه والغربيه بمركز كفر الشيخ، وحتى الان لم يتم تشغيله. الحمد لله فضلنا وراء هذا الموضوع حتى تم افتتاح الوحده الصحيه بالمنشا الشرقيه والوحده الصحيه بالمنشا الغربيه منذ اكثر من عامين تقريبا. ومش كده بس، وحتى الاجهزه الناقصه فيهم كان عندهم كرسي الاسنان ومكنه الاسنان مش متوفره. فضلنا ورا الموضوع لغايه ما وفرنا لهم مكنه الاسنان ووفرنا لهم جميع الاجهزه اللازمه. حتى النهارده بقى عندي في الفعل مفتوحين بيأدوا الخدمه للوحده الصحيه بالمنشا والوحده الصحيه بالمنشا الغربيه. البريد الحقيقه البريد في الفتره اللي احنا فيها اللي انا بكلمك فيها دي يعني التكاليف بيقللوا التكاليف شويه، فما عادش في عندي الفتره دي انشاء مكاتب بريد غير على نفقه الاهالي. حضرتك اللي عايز يفتح مكتب بريد الاهالي في الفتره اللي كانت فتره الجهود الذاتيه. الجهود الذاتيه. اذا كان عند استعداد اهلنا في المنشا الغربيه لفتح مكتب بريد بالجهود الذاتيه، انشاء مكتب بريد بالجهود الذاتيه زي ما حصل في الشمارقه وزي ما بيحصل دلوقتي حاليا في بطيطه، بيتم انشاء مكاتب البريد بالجهود الذاتيه. اذا كان ده مقبول عند اهلنا في المنشا الغربيه فان شاء الله احنا على استعداد تام لاخذ الموافقه على انشاء المكتب وتجهيزه من قبل هيئه البريد وتشغيله في اقرب وقت. ولكن بالجهود الذاتيه. بالجهود الذاتيه. طيب هننتقل بقى لحضرتك للحلافي. الحلافي كتله تصويتيه لا يستهان بها. الحلافي يعني جاي كده في رسائلها ان المهندس باسم حجازي لم يقدم سوى تنجيل الملعب الخماسي فقط. تمام. يعني هي جايه يعني حابب بقى نعرف هل التنجيل الملعب ده بس فقط للحلافي ولا في خدمات اخرى المهندس باسم حجازي قدمها؟ لا، ده الحلافي في هناك لجنه بصراحه يعني لجنه متواصله معايا بشكل مباشر. زي ما قلت لحضرتك ان في بلاد عندهم لجان بيتواصلوا معايا. الحلافي طبعا موضوع الملعب ده انا عايز اقول لكم الملعب ده انشا على مرتين. تمام. الملعب ده دخل في خطه الدوله في 21 بناء على اقتراح مننا وبناء على طلب مننا الحمد لله، وتوافق عليه واتعمل الملعب. ولما اتعمل ظهرت فيه مشاكل. الملعب الخماسي ده لما اتعمل ظهرت فيه مشاكل. طبعا ده كان قبل ما تبدا قصه حياه كريمه، عشان الناس تقول لي انت اشمعنى ما عملتش الملعب الفلاني وما عملتش ملعب سيدي غازي وما عملتش ملعب سيدي غازي. حياه كريمه ادرك خلاص في خطه حياه كريمه، مش هقدر اعمل حاجه. لا فضل لاي نائب. لا فضل لاي نائب. نعم. لا فضل لاي نائب. كفر سيدي غازي مدرك في حياه كريمه. حاله حال جميع دقميره نفس القصه. جميع مراكز الشباب خلاص ادرج مركز كفر الشيخ في خطه حياه كريمه. ما اقدرش اجيب النهارده كوره. تمام. نرجع للحلافي. حضرتك الحلافي انا لما عملنا الملعب بعد ما اتعمل ظهر فيه مشاكل. قالوا لي الملعب مش معمول كويس. قدمت طلب احاطه واثنين وثلاثه، استخدمنا ادوات نقابيه حتى اعيد تنجيل الملعب للمره الثانيه. يعني الملعب الحلافي ده اتنجل مرتين خلال 4 سنين. تمام. لغايه ما احنا ده يعتبر سبق في نفسه مرتين في 4 سنين. انا عايز اقول لك احنا متابعين في لجنه موقره من اهلنا في الحلافي متابعين الموضوع حتى التنفيذ. تمام. طيب الحلافي فيها حاجات ثانيه. لا، الحلافي عندهم مشكله في الوحده الصحيه. حضرتك انا مقدم فيها طلب احاطه وجاي مناقشته لان هي طالبين بانشاء الوحده الصحيه الجديده. ان هم قاعدين دلوقتي في شقه مش متناسب طبعا معاهم. لا، بالفعل الاهالي تواصلوا معايا وقدموا لي طلب، وبالفعل مقدمين طلب احاطه في هذا الموضوع. كان عندهم مشكله في مكتب التموين والحمد لله تدخلت معاهم فيها. لا، الحلافي معظم طالما في لجنه في البلد عصام بتتابع معايا الطلب. ليه؟ لان هم اللجنه دي حريصه على البلد وبتتابع معايا خطوه بخطوه، وانا مستعد. انا عندي ملف في مكتبي لكل بلد. كل بلد عندي مين اللي طلب منها الطلبات وايه اللي تم في الطلبات ووصلنا لايه في الطلبات. الحمد لله ما فيش طلب جالنا المكتب والطلب
في متابعته ولم نتخذ فيه اجراء. يعني اخد بقى كلام كده منشط من حضرتك انه لا يوجد اي لجنه من مدينه سيدي غازي تتواصل مع المهندس باسم حجازي. بالطبع. ده قولا واحدا. قولا واحدا. وانا تحت امر اهل لا يوجد لجنه تتواصل مع المهندس باسم حجازي. الناس على كاميرا سيدي غازي اللي يقول ان في لجنه او في مجموعه من اهلنا في سيدي غازي بيتابع معايا اي طلب. حضرتك انا موجود وصفحتك موجوده. يدخل دلوقتي حضرتك اي احد من اهلنا من سيدي غازي ويقول ان هو متابع معايا في اي طلب يخص مدينه سيدي غازي. طيب منشأ الشرقيه الحاج سعد حماد حملني امان بيقول لي ان لم يقدم اي نائب على وجه العموم وخاصه المهندس باسم حجازي لم يقدم خدمه لمنشأ الشرقيه. انا بسمي الاسم، بسمي الرساله، محتاج اجابه من حضرتك لاهالي منشأ الشرقيه. في خدمه من المهندس باسم حجازي تقدمت لهم؟ انا جاوبت حضرتك في نقطتين واضحين وصريحين. اتفضل. يسال الاستاذ سيد فرج في المنشأ الشرقيه عن ما قدم لمركز شباب من دعم مالي ومن ادوات رياضيه ومن حديقه اطفال ومن ما يلزم مركز شباب. يسال في ذلك الاستاذ سيد فرج بالاسم. تمام. يسال اهلنا في الوحده الصحيه من قام بتشغيل الوحده الصحيه. تمام. متابعين الانشاء الوحده الصحيه، ويسال في ذلك اخرين ومنهم برضو الاستاذ سيد فرج اللي بيشرفني في مكتبي ويسال ويتابع الملفات عندنا. ويسال في ذلك خلي عم سعد يتواصل مع الاستاذ سيد ويقول له باسم عمل ايه في المنشأ الشرقيه. تمام. طيب في بقى اهالينا في لعظم الشوكه جرين حملوني امانه من 2015 حتى، ولما تم الاعلان عن قدوم حضرتك لبث مباشر على منصه كاميرا سيدي غازي ايضا بيحملوني ماذا فعلتم في ملف الصرف الصحي لجرين والشوكه ولعظم، لان الناس دي بتشتكي منذ زمن طويل في هذا الملف. الحقيقه انا رحت قعدت مع اهلنا في الشوكه وجرين، رحت قعدت معاهم وتقابلت معاهم اكتر من مره. طبعا يعني ما هوش سر، يعني احنا كان عندنا الصرف الصحي الخدميه الناحيه الشرقيه من الخدميه عشان يصل لمحطه المعالجه كان لازم يمر خط الطرد من الشوكه وجرين. الحقيقه رحنا وتفاهمنا مع الاهالي وكلمت اهالينا في الاعظم واهالينا في الشوكه وانا في جرين. وبصراحه الناس استجابت لمرور خط الطرد بتاع الخاص بالخدميه مرورا بالشوكه والاعظم وجرين. وكان الوعد ان شاء الله اللي ليهم عندنا ان شاء الله عند بدء خطه حياه كريمه. والوعد ده مش جاش مني، الوعد ده جاء من المهندس محمد رأفت استشاري حياه كريمه في محافظه كفر الشيخ، استشاري رئاسه الجمهوريه لحياه كفر الشيخ، ان شاء الله سيتم ادراج الصرف الصحي للشوكه وجرين خلال خطه حياه كريمه اللي هي المفترض برضه الناس هتسالني مش انا اللي هطلق حياه كريمه. لكن احنا يعني مهندسين وربنا مدينا مخ بنفكر بيه شويه في تجهيزات للمرحله، في شغل معمول لبدايه المرحله بالفعل، في تصميمات انشاءات عملت وفي دراسات اتعملت وفي الكلام ده كله بيقول لنا احنا ان خلاص احنا على وشك البدء في المرحله 3 في حياه كريمه. من اكتر الناس ان شاء الله اللي هتستفيد من هذا الموضوع الصرف الصحي دي ان شاء الله امانه انا متحملها، ودي مسؤوليه امام الله ثم امام اهلنا في الشوكه وجرين ان اول صرف صحي ان شاء الله هنبدا فيه هو الصرف الصحي في الشوكه وجرين باذن الله. طيب رساله بقى محمله من الاستاذ عبد الواحد فهمي مدير الشؤون الاجتماعيه سابقا والمدير المالي والاداري لجمعيه خير بلد. انا راسي. مزلوان ابو منيسي وطريق المحاطب وابو نجم مرورا بزهراء. هذا الملف الخطير يعني. مزلوان ابو منيسي طبعا بيخدم كتله رهيبه فوق. تمام. من الحلافي وجرين والشوكه ده كمزلوان، وبعدين هو طارح لحضرتك الفقره الثانيه من السؤال اللي هو بقى طريق ابو نجم والمحاطب. استاذ عصام احنا خلينا نتفق على شيء ان احنا بنسعى في اطار ما يوضع من خطط للدوله. تمام. وفي اطار توجه الدوله، احنا ما بنخرجش بره اطار توجه الدوله. تمام. اطار توجه الدوله هو بالبلد تلم ده في المزلقانات. كان زمان ممكن كل 2 كيلو نعمل مزلقان عشان بيخص اهل البلد. بقى في قواعد جديده بالفعل اتقدمت بطلبات، قابلت السيد وزير النقل اكتر من مره وحاولين اهلنا متابعين في المحاطب وفي المهندس متابعين معايا الموضوع ده. انا عايز اقول لك في كل جمعه. تمام. لكن انا رديت عليهم رد مباشر. الدوله في التوقيت الحالي بتقلل من المزلقانات الموجوده. تمام. مش هينشأ مزلقان خلال الفتره دي
في المنطقه دي بالكامل، خلاص مفيش ميزانيات هتتم جديده، لان الدوله اصلا بتحاول تسيطر على الميزانيات الموجوده. طب استكمال ما تم بدءه. الاستكمال عايز فيه الاستكمال. منيسي ده انا مسؤوليتي برضه ان شاء الله، متابعين فيه خطوه بخطوه، وان شاء الله في العام الحالي قبل نهايه العام الحالي نكون الشكل والمضمون لمزلقان ابو منيسي يكون خلصان. طيب انا كده نقلت بصوره كامله بنسبه 90% من احتياج الحلافي، احتياج النشا الشرقيه، النشا الغربيه، احتياجات سيدي غازي، لكن خليه بقى حته صحفيه كده بعيدا عن الاحتياجات. هل تعد حياه كريمه شماعه لاي عضو مجلس نواب حتى يفر من طلبات الدايره؟ هل يعد حياه كريمه شماعه للخروج؟ يعني انا لما اجي اسال اي نائب يقول لي حياه كريمه هتعمل، اسال اي نائب حياه كريمه، انا هاخد من هنا حته فنيه. ما هي الخدمات التي لا تقدمها حياه كريمه عشان استدرج بيها النائب؟ تمام. زي ايه؟ بص يا استاذ، اي مشروع في الدنيا، اي مشروع خدمه في الدنيا بيمر بعده مراحل. اول حاجه عرض الموضوع علشان تاخد بيه موافقه مبدئيه. تمام. انت بتقول والله انا عندي مشكله في طريق اسمه طريق الخدميه وطريق النت. تمام. فانت بتعرض المشكله عشان تاخد موافقه. خدنا موافقه، المشروع كده خلص؟ لا. حضرتك بعد الموافقه ده انت بتسعى انك تجد ميزانيه او فلوس لتنفيذ اللي جه في الموافقه. تمام. يبقى ده خطوه ثانيه، جبت فلوس، الموضوع كده خلص؟ لا. الخطوه الثالثه انت بتسعى لتنفيذ ما جاء في الخط اللي هو داخل الخطه ده، بتسعى للتنفيذ على الارض. تمام. الخطوه الرابعه بتسعى لتسليم المشروع او الخدمه، تسعى لتسليمها وازاله كل المعوقات. على سبيل المثال محطه مياه دومير بره عند الدكتور احمد عضال بيت ارض لاقامه محطه مياه دومير. المشروع كده خلص؟ لا ما خلص. الدوله حطت المشروع في الخطه بتاعتها، المشروع كده خلص؟ لا. حضرتك بدانا تنفيذ، المشروع كده خلص؟ لا. في معوقات كتيره. على سبيل المثال الصرف الصحي في الخدميه، على سبيل المثال محطه مياه مدبول، على سبيل المثال مدرسه سنتيميه، مشروعات كتيره. انت بتسعى بقى لازاله معوقات التنفيذ حتى التنفيذ. خطه حياه كريمه حضرتك دي هتساعدني في ان هي حطت الفلوس، الصندوق اللي انا هصرف منه على المشاريع الخدميه اللي تخص دايرتي او اللي تخص مركز كفر الشيخ. الموضوع كده خلص؟ لا. طب النائب محمد الصمودي والنائب عادل النجار في مطوبس هم نايمين في البيت، ده بيشتغلوا شغل قدنا 10 مرات. ليه؟ علشان انت بقى عندك الفلوس. انت دلوقتي انا كنائب عندي مشكله مفيش فلوس. ليه الفلوس في حاجه كريمه؟ طبعا يبقى عندك فلوس في حاجه كريمه؟ لا، ده انا هشتغل وهنشتغل وهنشتغل في اطار حياه كريمه انك تسعى لمتابعه التنفيذ وحل معوقات التنفيذ حتى تسليم المشروع. ودي مشكله، دي مشكله كبيره، خلي بالك. طب انت باسم دلوقتي بتهرب من كل حاجه تقول حاجه كريمه؟ لا، انا ما بهربش كل حاجه. انت عندك المدارس، عندك الوقت اللي عندك اللي كان مفتوح فيه الملاعب، وكان مفتوح فيه الخدمات كلها اللي بتخص الشباب والرياضه اشتغلنا عليها. المساجد شغالين عليها. المعوقات اللي مقابله اي مشروع اوجد الخطه بتاعته. على سبيل المثال مشروع الصرف الصحي في الخدميه، على سبيل المثال مشروع محطه مياه دوميره ومدبول. في حاجه ثانيه غير حاجه كريمه في طريق سيدي غازي كفر الشيخ. ده طريق ايه؟ حيوي. ده حيوي. استغلينا فكره طريق حيوي، استغلينا فكره انه بيربط مدينه بمدينه، خرجنا بره قصه حياه كريمه والحمد لله ربنا وفقنا فيه. احنا بنسعى في اطار المقومات اللي في ايدينا. ودي يا جماعه في الاخر احنا في دوله، باسم ده فرد من دوله. الدوله لها خطط ولها اطار، ما عادش زي زمان. كان زمان النائب ده يقدر يجيب خدمه، الطالب ده يقدر يعمل. لا، دلوقتي احنا كلنا جوه اطار الخدمات. الحاجه اللي عايز اقولها لك برضه يا استاذ عصام، ان احنا بيقابلنا طلبات شخصيه كتيره كانت بتقضى زمان. على سبيل المثال وظيفه. انا عايز اقول لك يعني كثير، مش هقول كثير بس بعض من اللي دخلوا على الصفحه طلب وظائف. طلبات شخصيه يعني. او وظائف مش شخصيه، انا اقول لك علني، ما عنديش حاجه اخبيها. طلب وظيفه، انا ما عنديش الدوله ما عندتش يا جماعه بتوفر وظائف. طب انت زعلان، طب انا هعمل ايه؟ ما هو مش في ايدي. انا مش في ايدي اوصل. ده في قرار رئيس جمهوريه بمنع الوظائف الحكوميه الا من خلال مسابقه، والمسابقه دي مباشره لرئاسه الجمهوريه مع هيئه التنظيم والاداره. غير كده مفيش وظيفه. ده انا بديك على سبيل المثال بعض الانتقادات اللي تخص ان رحنا والنائب طلبنا منه وما عملناش حاجه. ما انا مش هعمل لك، ما عنديش وظيفه، مش هقدر اعمل لك وظيفه. طيب بالنسبه بقى للمدارس، اخد من حضرتك المدارس خارج
حياه كريمه. المدارس خارج حياه كريمه، اي مدرسه، ايوه، اي مدرسه عايزه تتعمل طالما في الكثافه بتقول ان تمام. انا محتاج مدرسه وفي الارض بتاعتها موجوده، ان شاء الله بفضل الله احنا مسؤولين طيب، نوجد المدرسه. انا هحمل على عاتقك طلبين. طلب الثانويه الازهريه في سيدي غازي، مجال التعليم. بس مش مدرسه، لا ده معهد. لان مش انا عندي مدرسة. انا عندي حكومه طويل حضرتك من الابتدائي للثانوي ازهر، في الخدميه عند حضرتك برضو من الابتدائي للثانوي ازهر. انا طالب من حضرتك اكتمال ملف الثانوي الازهري في سيدي غازي سواء فتيات او بنين، ده واحد. اتنين، انا عندي بقى مدرسه التجاره المتلاحقه، فصول متلاحقه، حابب ان انا اخليها تجاره كامله زي ما كانت الاول. انا تحت امرك. دي الطلبين بقى اللي بره حياه كريمه. بره حياه كريمه. حضرتك هتتابعني فيهم. تمام، ماشي، هتابعك. حضرتك هتتابعني فيهم. تمام. الملفات دي لغايه لما هتجيبني هنا تاني ان شاء الله بعد سنه، ان شاء الله، وتقول لي انت عملت ايه في الملفين دول بالمتابعه معاك خطوه بخطوه، حتى اوعدك ان شاء الله الملفين دول خارج حياه كريمه فعلا. ان شاء الله الملفين دول نقدر نشتغل عليهم فعلا، وان شاء الله يبقى فيهم تنفيذ على الارض. يبقى على وعد من حضرتك مباشر الثانويه الازهريه فتيات والثانويه الازهريه بنين ومدرسه التجاره، يعني بتوفير مكان ان شاء الله، بتوفير مكان ان شاء الله. قيود الازهر طبعا ما ينفعش ابتدائي مع اعدادي مع ثانوي، تمام. الثانوي في مكان، تمام يعني تمام. المهم في دور اشتراطات في الاخر هتسعى يا استاذ عصام ان شاء الله، هتجد مكتبنا مفتوحه للجميع والله. نعم، انا مكتبي مفتوح للناس كلها، من غير ما يجي الاستاذ عصام عشان يجي لي، من غير ما اطلع على كاميرا سيدي غازي. انا حضرتك اكتب باسم حجازي هتطلع لك صفحتي، هتلاقي اول بوست على صفحتي ان انا مكتبي مفتوح للجميع. مفيش واحد جه ولا المكتب مقفول، مفيش واحد جه وما قلنا ما لبنوش طب، مفيش خدمه عامه لاهلي في اي بلد، ويقيس على ذلك القرى اللي في لجان زي دقميره، القرى اللي في لجان زي بطيطه، القرى اللي في لجان زي الشمارقه، القرى اللي في لجان زي الحلافي، زي المنشه الشرقيه، في قرى زي الرمله، في قرى فيها لجان. اللجان دي طالما بتتابع معايا بتتابع النائب ده قدم ايه. لكن في ناس اسف يعني قاعده في البيت وفاكرين ان النائب هيسيب ال 400 قريه، ال 400 بلد ويروح يدور عليهم. يا جماعه صعب. انت بتشتغل في ضوء القدرات اللي بتتاح قدامك. حضرتك عايز تدينا رساله ان سيدي غازي ليس بها لك، دي يعني دي لا انا مصر عليها. يعني حضرتك عايز تدينا رساله ان سيدي غازي ليس بها لجنه تسعى للمصالح العامه ولم تتابع مع حضرتك، علشان كده مفيش همزه وصل ما بينك وما بين اهل مدينه سيدي غازي. لا يوجد غير كاميرا سيدي غازي. يعني حضرتك اللي بتنشره على صفحتك انا بتواصل معاه، بس اللي بتنشره على صفحتك انا، وبدليل على كده انا عندك النهارده بنتكلم على استغاثه من حضرتك على صفحتك على طريق الموت، والحمد لله بفضل الله النهارده الناس اللي بتقول كنت منتظر من حضرتك السؤال ده، الناس اللي بتقول النائب لسه جاي النهارده يشتغل. لا حضرتك ده الطريق ده احنا بنسعى عليه. طب الحاطه ده مقدم من امتى؟ من سنه من 21 من اول ما جالنا اشتغلنا على الموضوع ده 3 مراحل. مرحله اولى في 21 اتنفذت في 23، المرحله الثانيه اشتغلنا 23 اتنفذت في 24، بنشتغل على المرحله الثالثه في 24 عشان تتنفذ في 25. تمام. حضرتك الملفات انت بتبني عماره دي مش الصبح بتروح بتلاقي نفسك في الدور الخامس، لا. تمام. طبيعي الحال ان احنا برضه في المجلس، طبيعي الحال انت اول سنه راجل سنه اولى مجلس نواب، طبيعي ان انت خدت فتره، اكيد واجهني اخفاقات، اكيد قابلني بعض المشكلات، اكيد قابلني بعض الصعوبات، الكلام ده كله طبيعي الحال. بس النهارده انا قدمت نموذج شبابي، وبقول دايما ان شعارنا قوي الشباب، وبقول دايما ان انا كنت بقول بقى في لقاءاتي يا استاذ عصام في مؤتمراتي الانتخابيه اللي حضر فعلا لقاء انتخابي، انا ما قلتش للناس ان انا هعمل برنامج انتخابي وانا هقدم خدمات لسيدي غازي او الخدميه او دقميره او الاسره. ما حصلش الكلام ده. لم يحدث. هات لي مؤتمر انتخابي انا قلت فيه ان انا هعمل مدرسه، انا هعمل صرف، ما حصلش. لم يحدث. لكن قلت ايه؟ قلت في لجنه هتسعى معايا وهتلاقوا النائب باسم ده ما ترفعش عليه التليفون وتلاقيه مش موجود. هتلاقي النائب ده مكتبه ما بيتقفلش. هتلاقي النائب ده بايدك بيجري. ده اللي ليك عندي. لكن ما قلتش في احد اللقاءات ولا سيدي غازي ولا غير سيدي غازي. بالمناسبه ما عملتش لقاء في سيدي غازي، بس تبقى حضرتك عارف انا ما عملتش اصلا مؤتمرات في سيدي غازي. لكن المؤتمرات اللي اتعملت زي المؤتمر اللي انا عملته في قريتي اللي هي دقميره، قلت فيه كده، قلت ان انا اكون سيف المظلوم وصوت الحق. انا حضرتك بقول لك انا صوتك وبمثلك، وبقول صوتك جوه البرلمان وبره البرلمان، انا بنقل صوت الناس، وده دور النائب انه ينقل صوت الناس. حاجه اخيره حضرتك، انا قلت بقى في مؤتمراتي الانتخابيه، قلت ان انا نجاحي هي فرصه كويسه جدا ان انا اشجع الشباب على دخول الانتخابات.
تمام. ودي الحقيقه كلنا ملامسينها في الشارع، وملامسين ان احنا عندنا فرصه كبيره جدا النهارده من الشباب ان هو يترشح مره اخرى، وده بالنسبه لي نجاح. تمام. ان الناس شافت في نموذج باسم حجازي نموذج من الممكن يتكرر. تمام. ودي حاجه كويسه وانا سعيد بيها واسعد واحد بيها، وانا على علاقه كويسه بكل الشباب اللي مترشح ودول اخواتي، وانا هبقى سعيد جدا لما المجلس مش يبقى 25% منه شباب، ده انا هبقى سعيد المجلس يبقى 75% منه شباب ان شاء الله بمحلقه. تمام. هي في نهايه اللقاء انا بسعد بلقاء حضرتك المثمر على كاميرا سيد غازي، بسعد بتشريفك على منصه كاميرا سيد غازي بناء على رغبه حضرتك. في نهايه اللقاء عايز احط خطوط عريضه ان كل قريه لها لجنه تتواصل مع حضرتك، الا مدينه سيد غازي ليس لها لجنه تتواصل معاك. جاي النهارده بمفاجاه تقول لنا في 190 مليون للطريق حتى الحلافي. انا كسبت من هذا اللقاء بان مدينه سيد غازي تم ادراجها في حياه كريمه. اذا لا دور لنائب مجلس نواب مر او حاليا او سياتي. اخر حاجه كسبتها من حضرتك من اللقاء على وعد باكتمال اشياء خارج نطاق حياه كريمه، الا وهو الثانويه الازهريه ومدرسه التجاره بسيد غازي. اوجزت فانجزت، فانت جبت كل حاجه. انت أشكرك. قلت كل النص ساعه اللي فاتت انت قلت الخلاصه. اشكرك على هذا وانا اللقاء. بجد سعيد جدا يا استاذ احنا صالح. اسعد. انا بتعامل مع حضرتك ان انت اخ كبير، وبتعامل مع كاميرا سيد غازي شايفها ان هي فعلا منصه حقيقيه، منصه فعلا بتنقل الناس. وحته مهمه يعني يا استاذ عايز اقول لك عليها، كاميرا سيد غازي مش ما نجحتش بسيد غازي، صح ولا فاهم غلط؟ كاميرا سيد غازي دي متابعينها من كل مركز كفر الشيخ وكل محافظه كفر الشيخ، الحمد لله. بتوصل الصوت للناس كلها. هي مش محسوبه على سيد غازي. تمام. هي من سيد غازي وتحمل اسم سيد غازي، لكن مش محسوبه على سيد غازي، هي محسوبه على كل مركز كفر الشيخ. وده اللي خلاني اتواصل معاك، وده اللي بيخليني دايما متابع ما يحدث على صفحه سيد غازي. وهي فعلا بتنقل النبض الشارع فعلا، وفعلا منصه حقيقيه. والحقيقه هي منصه متوازنه ومتزنه. يعني الحقيقه انا عندي عتاب على بعض الصفحات الاخرى بيتدخل في حاجه. بلاقي صفحه مثلا منزله على كارثه في مدينه لايزنبرج في المانيا. انا مالي؟ انا مالي حضرتك؟ انت منزل مشكله في المانيا. تمام. انا كمواطن مصري مش مستفاد منه. مش مستفاد بحاجه. لا، انا عايزك تنزل مشكله في السوق، تمام. عايزك تنزل مشكله في الطريق، عايزك تنزل مشكله عشان اعرف ان انا كنائب، او انا اعرف كان من منطقتك او كان دايرتك ان انا احلها او اتواصل معاها. فالحقيقه صفحه ممتازه جدا، صفحه انا بحترمها جدا، صفحه انا متابعها كويس جدا، وبدعو كل الناس انها تتابعها. وان شاء الله على امل على لقاء مع تواصل في مرات قادمه. ان شاء الله. سعدنا باللقاء. شكرا لكم جدا. وان شاء الله رب العالمين على امل بعد تنفيذ وعد المهندس باسم حجازي بالثانويه الازهريه ومدرسه التجاره بسيد غازي ان شاء الله هيتم استدعائه لاستكمال هذا الملف. اشكركم وعلى امل لقاء بكم ومسؤول اخر على كاميرا سيد غازي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.